والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، معاشر المسلمون، فضل تلاوة القرآن الكريم في رمضان. يستحب الإكثار من تلاوة القرآن الكريم ومدارسته في رمضان، ويستحب أيضا الاجتماع في المساجد من أجل تلاوته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد ورد أن رسول الله كان يتدارس القرآن بين يدي جبريل ليلا، فبالليل تتجلى السكينة والإنس ويصفو فكر المرء مما يعكره. ويستحب أيضا أن يتطهر المسلم ويتوجه إلى القبلة حين تلاوة القرآن الكريم، ويجوز أن يقرأه في أحواله جميعها أثناء قيامه وقعوده واضطجاعه وركوبه، فهو من ذكر الله. وقد قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا، وصلوا وسلموا يرحمكم الله، والحمد لله رب العالمين.